أنت الذي من نورك البدر اتسم، والشمس مشرقة بنور ذهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت لسرى. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. منورين دنيتك مع شيماء. اللي بيشوفني بقى لأول مرة ما ينساش ان هو يشترك معانا كده في القناة ان شاء الله، ويا ريت يسيب لي كومنت كده، ومتنسوش اللايك. بدأت اليوم كده بفطار، ما كنتش عايزة افطر بصراحة، فعملت شاي بلبن كده وبسكوت، بس فطرت الولاد. وبدأت بقى اول حاجة كده احط الغسيل، يعني كان عندي بس دي كلها هدوم بس للبنات، فحطيتهم كده كلهم مع بعض. كنت بوريكم بقى ان انا غيرت المسحوق بتاعي، انا كنت بستخدم اللي هو الاوكسي. حاليا جبت بصوا تايد اللي هو الجل ده رائع، اللي ما جربوش جربوه، هايل بجد. بينضف احلى بكتير، وريحة كده الغسيل بيبقى يعني خطير. ريحته جميلة، وكمان على فكرة موفر. يعني انا كنت جايبة العبوة دي، كانت 3 كيلو ونص. كانت نازلة تقريبا ب135. فحلوة ان اساسا المساحيق كلها غالية، انتوا عارفين يعني. مكملين بقى في سلسلة التنظيفات اللي احنا بدأناها مع بعض، بقالنا فيديوهين. بدأت بقى ان انا بصوا بشيل كل الفرش كده بتاع الشقة، قلت بقى عشان انضفه ابدأ اغسل بقى فيه، يعني حاجة حاجة كده. شلت بقى القماش ده اللي انا حطاه على الصالون. شيلته. انا كنت مكلماكم عليه قبل كده، كنت قايله لكم ان انا كنت جايباه يعني كده بالمتر، ووديته للخياطة، يعني خيطتهولي وعملنا بس زي كنار كده من تحت. وشِلت بقى كمان الرانر بقى اللي على السفرة، وكل المفارش بدأت كده أشيلها عشان أغسل بقى مع بعض الفواتح، الغامق، الأبيض. في حاجات طبعًا مش بتتغسل في الغسالة هانقعها، وفي حاجات هتتغسل مع بعضها. فشِلت كل حاجة كده، يعني حتى بصراحة كان هنا عندي على الشازلونج ده ما كانوش متدهورين أوي، اللي هو الخدوديات. بس برضه قُلت بما إني هاغسل فانزّل كلّه كده واشيل، ويبقى كلّه كده نضافة. عارفين لمّا أنتم بنروّق ونحس إن إحنا شِلنا جزء وسِبنا جزء، بتحس إن إحنا متضايقين، عايزين بُصّوا الشقة كلّها كده متشالة. فشِلت بقى كده كل الحاجات، وكمان الحاجات اللي كانت على السفرة أهي. وجمّعت بقى كل حاجة حطيتها فوق كده على الدنسوار، بحيث إن ما فيش حاجة تتكسر. وحطيت هنا على الترابيزة بتاعة الصالون كل الحاجات قدامي. بصوا أوضة الأنتريه هنا متبهدلة، بقالي كام يوم كده يعني بنشر ومش بطبق الغسيل بصراحة، يعني بعمل كذا حاجة، فحطاهم كده على الكرسي على جنب. شلت كمان اللي هو القماش دوت برضو اللي على الأنتريه. كل حاجة، يعني كل حاجة، عارفين بقيت أمشي كده في الشقة أي مفرش كده أي حاجة عايزة تتشال شلتها. حتى شلت كمان الحاجات بتاعة الأوضة بتاعتي وكده. نزلت أنا بقى السوق، جبت حاجات كده تعالوا نحطها مع بعض. كان عندي هنا صابون المواعين كان ناقص شوية، فجبت كيلو، جبت كيلو صابون. أنا جبت سايب كده، مش اللي هو المعلب ولا حاجة. جبت كيلو كده وفضيته وحطيته، ما باحبش أتزنق بقى، عارفين إن كل أمّا ينقص باروح جايبة كده، بحيث إن مش مرة واحدة أقول ما عنديش صابون ومش عارفة أعمل إيه. وكمان جبت كيلو ديتول سايب، أنتم عارفين الديتول دلوقتي بصراحة سعره غِلي جدًا، فباجيب اللي هو السايب ده برضه، على فكرة مش رخيص أوي، يعني تقريبًا ب15 الكيلو ده. باستخدمه بقى في إيه دوّة، في المسح بقى، بارميه في التويلت. فاكرين بُصّوا العبوة الصغيرة دي، أنا باعملها خلطة كده باحط عليها مَيّة وباسيبها دي للتويلت كده كل يوم الصبح. كنت قايلة لكم قبل كده إن أنا إيه، بادلق كده في الأرض شوية وباجرّهم بالمساحة، بيخلّي ريحة الحمام بتاعي كل اللي يدخل كده طول اليوم يبقى ريحته جميلة ونضيفة أوي. ما جبتش حاجات كتير من السوق بصراحة، كان ناقصني بس إيه بقى، جبت حبة قوطة، جبت خيار، بصل، بطاطس، واحدة بتنجانية واحدة كنت قُلت هاعمل بيها بابا غنوج. يعني عارفين الحاجات اللي هي إيه، بنحتاجها في كل بيت دي.
وكمان جبت بطيخة. بصوا دي اول بطيخة يعني احنا نجيبها في الموسم هنا. ما كناش جبنا، يعني كانها عند ماما وكان عند حماتي، بس بصراحة ما كنتش جبتها في البيت هنا عندي خالص. فانا بخاف صراحة من البطيخ. بصوا بقى طريقتي في الغسيل، انا بغسلها كويس جدا كده بالمية وادعكها كمان بالصابون، ولازم كده باغسلها بالخل، عشان كده أنا باجيبها مقفولة، مهما يعني الراجل يقول لي أفتحها لِك ما بارضاش، باحب أجيبها مقفولة علشان أغسلها الغسلة الحلوة دي. لإني خدوا بالكم الناس اللي بتخاف من البطيخ مثلًا وبتقول ده بيوجع البطن وبيعمل نزلات معوية، علشان لو هو مرشوش مثلًا الحاجة بتبقى عليه كده من برّه، لو الراجل قطعها لِك بالسكينة، فالحاجة اللي هي الرش أو الحاجات اللي برّه دي بتدخل جوّه البطيخة نفسها من تقطيعة السكينة، فيُستحسن بصراحة إن أنتِ تجيبيها مقفولة وأنتِ اللي تغسليها كده يعني براحتِك وتنضفيها حلو قبل ما تقطعيها. فبقى قطّعت كده نُصّها شِلته وغلّفته كده علشان لمّا تحطّيه في التلاجة طبعًا ريحته ما تغيّرش، لإن البطيخ بُصّوا بيمتص كل الروائح، يعني لازم تغلّفيه، وحتى لو هتحطّي حاجة تسقع والّا كده ما تحطّيهاش مكشوفة، حطّيها في علبة أو لو أنتِ هتاكليها بقى، لإن بيلِم أي روايح في التلاجة، فبتلاقي كده طعمه غيّر وريحته ما بتبقاش حلوة يعني. بُصّوا بقى طريقة التقطيع دي أنا باحبها سهلة كده، نيّمتها على وشّها وقطّعتها كده عاملة زي المروحة بُصّوا يعني كل رُبع 4 يعني قطّعتها تقريبًا 8 قطع كإني تقطيعة البيتزا كده. و وكمان بقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، كل بُصّوا حتّة كده باخدها باروح قاطعاها على طول، فتقطيعة سهلة وسريعة، يعني بُصّوا هتلاقي نَفْسِك إيه، في ناس بتحس إن البطيخ ده بيعمل أزمة كده وكتير ما بتبقاش عارفة تتصرّف فيه، فجرّبوا الطريقة البسيطة دي إن شاء الله تعجبكم أوي يعني، سهلة وسريعة كده وهتلاقي نفسِك خلّصتِ البطيخة على طول في ثواني كده. فقطّعت لهم بقى بطيخة قُلت إيه يعني يا عيني العيال يطرّوا كده على قلبهم عقبال ما باخلّص، لإني كنت باعمل حاجات كتير في الشقة. بُصّوا بقى أنا هاصبّن النهارده التلاجة، فكنت جايبة حاجات كده للتلاجة، أنا في حاجات جايباها تانية بس هافرّجكم بقى الفيديو اللي جاي عشان هنعمل المطبخ. خلّينا بس دوّة. بُصّوا جِبت إيه، جِبت مفرش للتلاجة، بس بقى ده نوعه حلو جدًا، مش زي اللي بيلزق بقى في التلاجة وتيجي تطلّعيه ما تلاقيش، لأ بُصّوا ده عامل زي مشمّع كده، وكان سعره مش غالي كان ب19 جنيه فيه 4 قطع، وجِبت كمان العلب دي بُصّوا اللي بتتفتح وبتتقفل كده، الواحدة كانت ب9 جنيه، برضه كانت جميلة أوي. هاعمل بقى الخلطة اللي هننضّف بيها التلاجة، حطيت شوية مَيّة على شوية يعني أي مسحوق صابون مواعين وكمان خَل، وحطيتهم كده في بخاخة وتعالوا بقى بُصّوا التلاجة بصراحة كانت متبهدلة جدًا، جدًا كمان. بُصّوا معكوكة كده والحاجات محطوطة على بعض ومش منظّمة، وكان شكلها بصراحة يعني يسِد النِّفس. فقُلت بقى خلاص إيه، أنزّل كده كل حاجة وانضّفها. أنا النهارده هانضّفها بقى اللي هو التنضيف أنتم عارفين إيه، مش العميق بقى اللي إحنا بناخده ونحط الحاجة مثلًا سواء عندِك بانيو بتغسليها فيها أو مثلًا على الحوض، لأ، أنا حطيت في البخاخة دي بالطريقة دي بتبقى سهلة بتسهّل عليكِ لو إيه، الأرفف مش متبهدلة أوي، يعني حاجات بس متبصّمة، حاجات واقعة بسيط، هتلاقيها بتسهّل معاكِ جدًا. بُصّوا يعني رشّة كده على طول، وتدعكي بحاجة إسبونشة تكون يعني ناعمة عشان ما تجرّحلكيش التلاجة، وفوطة بقى نضيفة تروحي ماسحة كده ومنضّفة. بقى الخل ده هيعقّم وينضّف التلاجة وهيشيل لِك أي روايح فيها، يعني بُصّوا الخلطة دي مع إنها سهلة كده جدًا، بس بجد بتنضّف التلاجة جدًا، هتخلّي الحاجة بتلمع معاكِ بُصّي في ما فيش، ومن دعكة واحدة هتلاقي كل حاجة يعني اتمسحت وبقت نضيفة أوي معاكِ. بُصّوا بقى الأرفف دي بتتفتح وتتقفل بتتعلق بالشكل ده كده، ممكن تعلّقي بقى فيها بيض، تعلّقي فيها مثلًا لو في صوصات، توابل، اللي أنتِ عايزاه، وممكن تتحط فوق بالشكل ده. فشوفي بقى أنتِ لو مثلًا هيبقى عندِك حِلَل أو حاجة مش هينفع تعلّقيها، فلمّا يكون التلاجة فاضية ممكن تعلّقيها، تكون مثلًا مليانة تحطيها فوق كده، بس يعني بصراحة هي بتنظّم وبتلِم فيها حاجات حلوة يعني. كمان بقى نزلت على الدرج بُصّوا كان مبهدل كده، فبرضه هاروح شايلة كل الحاجات اللي فيه وهاغسله بنفس الطريقة ومسحته، وحطيت بقى الحاجات
لمّا تكوني جايبة حاجات من السوق بقى بُصّي ما تغسليش الخضار وتحطيه، ده بيقلل يعني في عُمر الخضار، الحاجة مش هيبقى ليها روح زي ما بيقولوا، فأنتِ الأحسن تحطيها كده وتغسلي وقت الاستخدام. هو الخيار لو عايزاه يقعد معاكِ بُصّوا ماما بقى بصراحة بتحطه في مناديل أو في فوطة مطبخ، بتلفه كده كل واحدة تلفّها لفة وتحط التانية، وتلف التانية وعليها كده، بيعيش معاها كتير جدًا. شايفين بقى التلاجة بقت نضيفة يعني متنضّمة وحلوة جدًا، قُلت بقى بما إن الخلطة في إيدي، رُحت دعكاها كلّها من برّه بقى كمان ومن تحت ومن الجناب وكلّه نضّفتها، وكمان ما تنسوش ال اسمها إيه، اللي هي السقف بتاع التلاجة من فوق يعني. برضه خدوه معاكم كده عشان بيبقى عليه تراب، وبدأت بقى أحُط الأشكال بتاعة التلاجة بتاعتي، بُصّوا هي كتير شوية بس أنا باحبهم يا جماعة. كل ما أنزل ألاقي لي واحدة كده أقول الله شكلها حلو أروح جايباها، فكل مرّة واحدة على واحدة بقوا بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده، بس أنا باحبهم يعني. حبيت أعمل بقى غدا النهارده سريع كده وسهل، بصراحة كنت قعدت أفكّر إن أنا مش هاعمل، قعدت أقول إيه هنجيب أي حاجة من برّه، بس رجعت في رأيي وقُلت هنجيب إيه، الحاجة بصراحة يعني الواحد ما بيبقاش ضامن نضافتها خالص من برّه، وكمان يعني الأسعار بقت غالية جدًا، أقل وجبة دلوقتي تفكّري تجيبيها بتبقى مكلفة بصراحة. وأنا كنت في السوق كنت جايبة جبت سمكتين بُصّوا مكاريل، فقطّعت بقى بصلاية وطماطم وفلفل وجزر، وجبت بُصّوا بقى السمك بعد ما غسلته كويس أوي، أوي، رُحت حاطاه في الدقيق كده من غير أي حاجة خالص، وفي نقطة سمك كده قصدي في نقطة زيت، رُحت مشوّحه بقى على الجنبين كده ياخد لون كإني باحمّره، بس طبعًا مش تسوية كاملة يعني. تقدري كمان إن أنتِ تحطّي السمك وهو ني أصلًا عادي، بس أنا باحب يعني أدّي له كده تشويحة، ما باحبش أحطّه ني خالص يعني، بس عادي ينفع تحطّيه ني. بُصّوا بعد بقى ما اتحمّر بالشكل ده كده، هاروح بقى إيه، حاطّة مكانه برضه البصل، نزلت بالبصل وبعدين الفلفل، قلّبتهم كده وشوّحتهم كويس، وبعدين نزلت بمعلقة كده كبيرة من التوم، وبعد كده الطماطم بقى آخر حاجة، وكمان بقى الجزر اللي أنا كنت باشراه، وطبعًا بقى إيه، الكمون والكزبرة والليمون وشوية الخل، يعني تتبيلة السمك بقى العادية المعتادة، بُصّوا الألوان، يعني حاجة تفتح النِفس. حطيتها بقى كده نُص الخضار ده حطيته كده من تحت، وهاجيب السمك وهارصه كده من فوق، وشِلت شوية بقى من التتبيلة الحلوة دي علشان كمان أحطها فوق السمك، كمان بقى وأنا باقطّع الخضار يعني شغّلت دماغي بصراحة، وشِلت شوية علشان للسلطة بقى، فعملت حبّة سلطة وعملت كمان رُز سمك، أنا كنت عاملة رُز السمك معاكم قبل كده كذا مرّة وإزاي نقدر نضبطه كده ونطلّعه بلون حلو أوي، وهاسيب لكم اللينك تحت يعني اللي عايز يعمل رز السمك، ودخّلت بقى الصينية دي الفرن، بتدخل الفرن بتستوي بقى بتطلع بُصّوا خطيرة، هاسيب لكم طريقة الرز برضه علشان للي عايز يعني الطريقة، كانت أكلة جميلة بصراحة كده وسهلة وسريعة وكلنا الحمد لله واتغدينا، وكمان بقى يعني كلنا بطيخ بقى بعد الأكلة دي تحسوا كنا عايزين نرطّب كده، كلنا البطيخ أنا كنت مقطّعاه والبنات شبطت على بالليل قالوا لي: "إحنا عايزين بقى الخَد الجميل." عارفين اللي هو تفاح بيبقى بالعسل ده. فعملته لهم يعني كراميل كده وحطّي لون وتنزّلي فيه بتبقى جميل. لو وصلتِ لحد هنا بقى ما تنسيش اللايك والكومنت الجميل بتاعِك وكمان الاشتراك، ويا رب الفيديو يعجبكم، واستنوا بقى الفيديو اللي جاي علشان هنعمل تنضيفات ونكمّل سلسلة التنضيفات بتاعتنا، وإن شاء الله يعني يعجبكم، وما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات. يالّا باي باي.